أسألك سؤال بطريقة مختلفة. مم. هل في أو عملتي مصيبة زمان وأنت صغيرة ولا لحد في العيد لحد الآن ما حد عارف هذا الموضوع إلا أنت بس؟ هو مش مصايب يعني، هو حصل لي موقف لا أحسد عليه. إيش هو؟ يعني كان في ناس دايما ما أحب أشوفهم يعني، وخاصة في العيد مشتشة أضايق نفسي يعني، ما بغيت نضايق نفسي. فقلت لأمي أول ما يجون قولي لهم سالي سافرت خلاص مش موجودة في البيت. فبعدين جاءوا ضيفتهم وجلسوا وقالت لهم فين سالي فين مدري ايش مسلم عليها، سالي سافرت. فاني يعني اني فاهم الموقف انه خلاص بتغطي علي امي، هذا امي. سمعت الباب بيتقفل افتكرت انهم نزلوا، جيت اني بسرعه ودخلت واقول الحمد لله نزلوا الاقيهم كلهم قدامي. سكت ودخلت وجلست. على موقف لو انت كيف بتصرف يا صالح؟ امري الله يعني وصلت الآن. موقف صعب صدق، موقف صعب يعني، موقف محرج. تخيل ضيوف عندك في البيت تقول مش موجود فجأة وانك وسط لو مسافر يعني مش موجود انك خرجت ورجعت. المشكلة كمان مش فيك انت يعني، المشكلة في امك اللي بتطلع كذابة. ايوه انا سرحت عليها والله. عم ناصر لو انت كيف بتتصرف؟ والله اقول لهم الان وصلت من السفر. شوف وين الشنطة؟ أنا ما أعرف أكذب، رتمت جلست ورجلي في الأرض بس. هم بينهم وبين حللوها زي ما يشتوا. أيوه. طيب